سلام عليكم. يومكم مزقطع. المكان كوكب الأرض. الزمان من 145 مليون سنة. كان في إيه؟ وإيه اللي حصل؟ هو إزاي الموساسور كان بيحكم البحار قبل ما النيزك يخلص على عصر الديناصورات؟ وإيه حكاية حفرة تشيكسلوب اللي قلبت الكوكب كله؟ ليه النبات المونسيشيا الصغير ده مهم في تاريخ الحياة على الأرض؟ والسلحفة العملاقة الأركيلون إزاي كانت بتعيش وسط وحوش البحر؟ هل الأركيوبتريكس كان طاير ولا ديناصور بريش بيجرب يطير؟ هو الموضوع ده مهم؟ طب مسلي؟ صلوا بينا على النبي. تعالوا أحكي. عارف لما تكون الدنيا مقلوبة، براكين بتولع، مناخ بيتجنن، والنباتات بتختفي وتظهر؟ في الظروف دي الكائنات العادية كانت بتهرب، لكن الديناصورات كانوا بيعملوا ابجريد لنفسهم. الديناصورات في الطباشيري ما اكتفوش بالبقاء، دول تفننوا في التنوع. المفترسات بقت اذكى واشرس، والعشابين بقت اضخم واسرع، وظهر انواع باشكال وافكار غريبة، وكأن كل نوع بيقول انا الاحق بالحياة هنا. والمفترسين الكبار كانوا الملوك بلا منازع. التيرانوسورس مش محتاج تعريف، ملك الغابة بدون نقاش. والكارنوتوروس الديناصور اللي عنده قرون وكأنه رايح حفلة تنكرية. والسباينوسورس بيحب المية أكتر من البر، أول صياد مائي كبير في عالم الديناصورات. كل واحد فيهم كان عنده تكتيك مختلف للصيد، السرعة، القوة، المفاجأة. واحد منهم أكيد استخدم وضع الطيران على الأرض. والعشابين نحن لا نؤكل بهذه السهولة. التريسيراتوبس بثلاث قرون دبابة في جسم ديناصور. والأنكيلوسور مدرع بالكامل ومعاه مطرقة في ديله، يعني لو هتهجم عليه لازم تكون حابب تتكسر. والهادروسور ديناصور بمناخير غريب وكان ممكن يتواصل بصوت زي البوق. والتنوع ما كانش بس في الشكل، كمان كان في السلوك، طريقة الأكل، وأنظمة الدفاع. لو ما شفتوش حلقات الديناصورات ارجعوا شوفوها. طيب ليه التنوع ده حصل في الطباشيري؟ العلماء بيقولوا إن ده كان بسبب تنوع المناخ والبيئات، جبال وغابات وصحراء وجزر. توزيع القارات المختلف خلى الديناصورات تتعزل وتتطور بطرق مختلفة. وسباق البقاء، لأنه أي نوع مش قادر يطور نفسه ببساطة بينقرض. فكأنها كانت مسابقة مين أفضل نسخة مطورة من الديناصورات. لكن وسط كل الهيصة دي كان في نوع من الديناصورات بيفكر بره الصندوق. ما كانش همه إنه يكون أقوى ولا عنده درع ولا قرون، كان بيسأل نفسه ليه أجري وأنا ممكن أطير؟ مين يصدق إن أول طاير في العالم كان في الأصل ديناصور؟ والله الديناصورات ما اكتفوش بالحجم والقوة، في نوع منهم قرر يزود على كده ريش. في أواخر العصر الطباشيري ظهرت كائنات غريبة شوية، جسم ديناصور صغير، ريش على الدراعين، منقار بدل السنان، وزن خفيف وسرعة عالية. وأهم واحد فيهم الأركيوبتريكس، كان عامل زي ديناصور ببروتوتايب أجنحة. ما كانش بيطير زي العصافير دلوقتي، بس كان بيحاول ينط، يرفرف، يقع، وبعدين يعيد المحاولة، كأنه كان بيقول أنا مش هستنى ينقرضوا كلهم، أنا طالع السما. طيب إزاي حصل التحول؟ الريش بدأ كوسيلة تنظيم حرارة، وبعدين ساعد في التمويه، وبعد كده ساعد في الطيران. العظام بقت أخف والجمجمة أصغر والديل أقصر. الديناصورات الصغيرة زي الرابتورز كانوا الأساس في التحول، يعني الطيور اللي بتشوفها دلوقتي في الجنينة هي في الأصل أحفاد ديناصورات قاتلة. ما تقوليش بعد كده إن الحمام كائن لطيف. بس مش كل الديناصورات قرروا يطيروا، في منهم اللي قالك ليه أطير؟ البحر أمان ومليان أكل. لو فكرت في البحر دلوقتي يمكن تتخيل دلافين وقروش وشعاب مرجانية، بس لو كنت عايش من 100 مليون سنة وواقف على شاطئ بحر طباشيري ما كنتش هتشوف مجرد شوية موج ورمل، كنت هتشوف كوكب تاني، بحر دافي واسع ومليان حياة بأشكال ما تتخيلهاش. بحر وقتها كان مليان وحوش. من الآخر كان شكل الحياة تحت المية مخيف وجميل في نفس الوقت. في فترة الطباشيري حوالي من 145 ل 66 مليون سنة فاتوا، كانت الأرض بتعيش واحدة من أدفى فتراتها، والبحر كان هو البطل الأول. بسبب تفكك بنجية وتوسع المحيط الأطلنطي زادت المساحات المائية وارتفع منسوب البحر، وده خلى البحار الضحلة تغطي مساحات شاسعة من القارات. يعني ببساطة الدنيا كانت مبلولة، والمية الدافية عملت بيئة مثالية لانفجار بيولوجي حقيقي. الشعاب المرجانية اتوسعت وانتشرت وخلقت بيئات كاملة مليانة حياة. وهنا ناخد بالنا إن الكائنات اللي بتبني الشعاب المرجانية في الطباشيري مختلفة عن اللي كانت موجودة قبل، وإن الشعاب دي خلقت بيئات مصغرة، ميني إيكو سيستم فيها آلاف الكائنات الحية. الأسماك بدأت تسيطر على المياه. أولاً الأسماك شعاعية الزعانف، الأكتينوبترجينز، بدأت تسيطر على البيئات البحرية، وكانت زعانفها متطورة وقدرتها على الحركة عالية جدا. ثانيا القرش، كان في منه أنواع بدائية زي الكريتوكس رينا، وده قرش ضخم بيوصل طوله ل7 متر، ولقبوه بتيركس البحر. ثالثا الأسماك العظمية الحديثة بدأت تظهر تدريجيا، وكانت بداية سلالات كتير من الأسماك اللي نعرفها النهارده. وظهروا ملوك البحار، الزواحف البحرية العملاقة، التنانين اللي سكنت البحر، الإختيوسورس اللي شبه الدولفين بس حجمه أكبر وعيونه ضخمة وكان بيعتمد على الرؤية للصيد. بدأ يختفي تدريجيا في الطباشير المبكر، لكن ساب بصمة في تطور الزواحف المائية. والبليزيوسور، فاكرينه؟ رقبة طويلة جدا، جسمه عريض وزعانف كبيرة، شكله غريب كأنه تعبان لابس سلحفة.
وطريقته في العوم اشبه بحركه طيران تحت الميه زي السلاحف الحديثه. والموزاسور ملك البحر بلا منازع في الطباشير المتاخر، طوله وصل ل 17 متر وعضته قاتله. دول قرايب السحالي لكن عاشوا حياه بحريه كامله، وتطورهم العجيب لسان متشعب، فك مزدوج يبلع فريسه بالكامل. دول كانوا حيوانات شبه الديناصورات بس مائيه. الموزاسور مثلا زاحف عملاق جسمه مفروض للسباحه، فكه بيفتح زي الكماشه، ويا ويله اللي يعدي جنبه. اللي يشوفهم يقول ديناصورات، لا يا عم دول اسماك بتاكل الديناصورات. طب كان في زواحف تانية؟ ايوه السلاحف البحريه. السلاحف الحديثه بدات رحلتها في العصر ده برضه. انواع زي الاركلون اكبر سلحفه بحريه معروفه، وصل طولها ل 4 متر، كانت بتعيش في البحار المفتوحه وتقضي حياتها بين السباحه والاكل والتكاثر، تمام زي السلاحف الحديثه. كمان كان في كائنات صغيره لكن مهمه، كان في كائنات دقيقه زي البلانكتون والكوكوليثوفورس. كائنات دقيقه لكن لها دور جبار، كانت بتنتج كميات ضخمه من الاكسجين، ولما تموت اصدافها تنزل لقاع البحر وتشكل طبقات جلسيه، منها اتكونت صخور الكريتا الطباشير الابيض، وده اصل اسم العصر الكريتاسي. المفارقه الكبرى انه رغم ان البحر كان مملكه مرعبه، كان في توازن بيئي رهيب. المفترسين الكبار زي الموزاسور والقروش، والفقاريات الاصغر اللي بتتغذى على الاسماك، والشعاب المرجانيه اللي بتدعم مجتمعات كامله من الكائنات الدقيقه واللا فقاريات. بس وسط كل الوحوش دي كان في مخلوقات صغيره بتجري في الظل، صغيره وسريعه وذكيه، الثدييات البدائيه. في عالم مليان ديناصورات ضخمه وزواحف بحريه مرعبه، وفي وقت كانت فيه الارض مزدهره بالنباتات الضخمه والتنانين المجنحه، كان فيه ابطال صغيرين بيتحركوا من غير دوشه في صمت بالليل وكانهم بيخططوا لحاجه كبيره. ايوه بنتكلم عن الثدييات البدائيه. طيب البدايه كانت منين؟ الثدييات ظهرت اصلا قبل العصر الطباشيري في اواخر الترياسي وبدايات الجراسي، لكن في الطباشيري بدات الحكايه تاخد شكل جديد تماما. رغم انهم ما كانوش الابطال على المسرح، لكنهم كانوا بيشتغلوا في الكواليس. الشكل كان بسيط بس عبقري. الثدييات في الطباشيري كانت صغيره بحجم فار او سنجاب تقريبا، لكن ورا الحجم الصغير ده كان في قدرات مذهله. دم دافي يعني يتحركوا في البرد وينشطوا بالليل، مخ متطور يعني قدراتهم الحسيه كانت متفوقه وخصوصا الشم والسمع، وغدد لبنيه يرضعوا صغارهم لاول مره في التاريخ، وفرو بيشتغل عازل حراري وبيساعد على التخفي، يعني باختصار ننجو مش نتصادم. طيب مين كانوا ابطال العصر ده؟ الايوماي عمره حوالي 125 مليون سنه، اقدم نموذج معروف للثدييات الماشينيه. كانت صغيره وشبيهه بالفئران لكنها بتحمل بدايه التصميم الحديث للثدييات اللي نعرفها. والجيولودونز ليلي بصره قوي وعنده ارجل اماميه شبه قبضه، وبيفكرنا شويه بالحيوانات اللي بتتسلق الاشجار. والريكينوماموس المفاجاه الكبيره كان بحجم قط واكل لحم، لقى العلماء حفريه فيها بقايا ديناصور صغير في معدته، يعني مش بس نجا ده كمان اصطاد. طب ليه كانوا ناجحين رغم ضعفهم؟ الثدييات في العصر ده عرفت تشتغل على نقط محدده، عاشوا في الجحور والاماكن الضيقه، واشتغلوا بالليل بعيد عن عيون الديناصورات المفترسه. واكلهم كان متنوع، حشرات، فواكه، بقايا اكل، اي حاجه. باختصار لعبوا لعبه الحياه بعقل مش بقوه، وده خلاهم يعدوا اكبر الكوارث اللي حصلت بعد كده. طب ليه ما مسكوش الارض وقتها؟ ببساطه الديناصورات كانت واخده المسرح كله، لكن الثدييات كانت بتجهز نفسها ليوم هيتخلى فيه الديناصورات عن العرش. ده حصل بعد نهايه الطباشير. لكن خلينا نرجع للحكايه، لانه في حدث تاني مهم حصل في وقت الثدييات كانت بتبني مستقبلها في الجحور. المره دي مش هنتكلم عن الوحوش، المره دي هنتكلم عن الجمال والابداع والشراكات اللي غيرت شكل الحياه. الارض بدات تتغطى بالوان ما كانتش موجوده قبل كده، وريحه جديده بدات تنتشر في الجو. الزمن ده شاف ولاده نوع جديد من النباتات الزهريه. في وسط الاشجار الصنوبريه والنباتات القديمه اللي كانت مسيطره على الارض، ظهر فجاه مشهد جديد، نبات غريب بيلمع ملون وله ريحه مش مفهومه وقتها، ومعصور اول زهره العالم الغيبي. اولا خلينا نقول مين هم الانجيوسبيرمز. الاسم الغريب ده بيشيل النباتات الزهريه، النوع اللي نعرفه كويس النهارده، ورود، فواكه، اشجار مثمره، وحتى الحشائش. قبلهم كانت الحياه النباتيه معتمده على الريح او الميه علشان تنقل البذور وحبوب اللقاح، لكن النباتات الزهريه جابت فكره عبقريه، طب ما نخلي الحيوانات تشتغل لنا. طيب ازاي قامت الثوره؟ الزهره مش بس منظر، دي آلة تطور معقده، فيها الوان تجذب، وفيها ريحه تسحر، وفيها رحيق مكافاه. الفكره جذب الحشرات علشان تقوم بنقل الحبوب اللقاح من زهره للتانيه، تعاون ذكي بين نوعين مالهمش علاقه ببعض. طب التطور ده جه منين؟ في ادله من حفريات في الصين زي منطقه لياونينج على وجود نباتات زهريه بدائيه من حوالي 125 مليون سنه زي الاركيوفراكتس، وده واحد من اقدم النباتات الزهريه اللي نعرفها، وكان عايش حوالين المستنقعات. والمونتسيشيا، وده نبات مائي تاني بيظهر سمات اوليه للنباتات الزهريه. المشهد ده مش بس كان تطور نباتي، ده كان تغيير في النظام البيئي كله. طيب مين اول واحد خد باله من الزهور؟
في ضيوف صغيرين كانوا بيطيروا حوالين المشهد، عندهم عينين مركبة تشوف الألوان وألسنة طويلة توصل لجوه الرحيق، وعندهم استعداد يقضوا عمرهم في التنقل من زهرة للتانية. وخلونا نسأل السؤال، إزاي اتطورت الحشرات مع الزهور؟ إزاي ظهرت أول النحلات وأول الفراشات وأول الكائنات اللي بنسميها النهاردة ملقحات؟ إزاي التعاون ده شكل علاقة أبدية استمرت ملايين السنين ووصلت للمزرعة اللي جنب بيتك؟ بعد ما ظهرت أول الزهور كانت محتاجة شريك يلاحظها، يتقرب منها وياخد شوية من رحيقها وينقله لزهرة تانية. بس مفيش إنترنت ولا دعاية، كانت محتاجة كائن بعيون تشوف وأجنحة تطير ولسان طويل يوصل للرحيق. وهنا دخلت الحشرات المصري. في الوقت ده الحشرات ما كانتش جديدة على الكوكب، لكن ظهور الزهور فتح باب جديد تماما في تطورها. في خنافس بدأت تقضي وقت أطول على الزهور، والدبان بقى ينجذب للروايح، بس الأبطال الحقيقيين بدأوا يبانوا: النحل البدائي والفراشات الأولية. الحشرات اللي قربت من الزهور بدأت تظهر عندها ألسنة طويلة لامتصاص الرحيق، وأجنحة أقوى للتنقل لمسافات أبعد، وقدرة على تمييز الألوان وخصوصا الأزرق والبنفسجي. وبدأت تظهر سلوكيات جديدة زي تفضيل نوع معين من الزهور. كل ده حصل نتيجة ضغوط وانتقاء طبيعي، ومع الوقت بقى في حشرات متخصصة تماما في التلقيح. ودي كانت علاقة تبادلية عبقرية، الزهرة بتوفر رحيق والحشرة بتساعد في نقل اللقاح، والنتيجة انتشار أكبر للنباتات الزهرية بزوافير للحشرات وتنوع بيولوجي انفجر حوالين التعاون ده. والعلاقة دي ما كانتش بس لطيفة بين نبات وحشرة، دي كانت بداية نظم بيئية جديدة تماما. بيئات بتعتمد على النباتات الزهرية، طيور بتبدأ تاكل الحشرات دي، زواحف وثدييات بتدخل في السلسلة. كل ده كان بيجهز الكوكب لحاجة أضخم، لأنه بعد ملايين السنين من حياة البحر، بعد ما النباتات والحشرات استقرت على الأرض، جت لحظة جديدة، كائنات فقارية بدأت تطلع من المية وتستكشف الأرض لأول مرة بجد. في الفترة دي كان في حركة غريبة بتحصل على الكوكب، كائنات بحرية عاشت لملايين السنين في أعماق المحيطات بدأت تفكر: ليه نفضل جوه؟ ليه ما نجربش نعيش فوق على الأرض؟ المشهد العام كان إن النباتات الزهرية بدأت تنتشر وتغطي مساحات ضخمة، والحشرات اتطورت بطرق معقدة ومذهلة، لكن الأرض كانت لسه ناقصة حاجة: الفقاريات. طيب مين أول اللي طلعوا؟ الحقيقة إن الفقاريات كانت بدأت تجرب الخروج للأرض من قبل كده، لكن في العصر الطباشيري حصل تطور حقيقي للنظم البيئية الأرضية. البرمائيات زي الضفادع الأولى كانت بتعيش بين المية والأرض، وفي زواحف بدأت تستقر أكتر فوق الأرض، وحتى الثدييات البدائية الصغيرة عاشت في بحور واستخدمت الأرض بذكاء للهروب من المفترسين الكبار. والمفاجأة، في ديناصورات كمان استغلت الأرض بطرق مدهشة. الديناصورات أكلت النباتات، غطت مناطق واسعة، وكانت بتتغذى على الأشجار والنباتات الزهرية. والمفترسات خصوصا التيرانوسورات كانت ملوك الأرض. وفي الوقت ده بدأت تظهر علاقات جديدة تماما: أكلات نباتات، مفترسات، طفيليات، كائنات ليلية وكائنات جحرية. نظام كامل بدأ يتكون بره المية. وظهور الزهور والحشرات الملقحة خلق دورة غذائية متكاملة حوالين الأرض. طب ليه الهجرة للأرض مهمة؟ لأنها كانت المفتاح لبنى كل حاجة جاية: الغابات، الأراضي العشبية، الكائنات اللي هتعيش فيها وتتكيف وتتطور. بس للأسف كل ده كان على وشك إنه ينقلب تماما بسبب حجر واحد وقع من السماء. تخيل معايا، السماء كانت صافية، الديناصورات ماشية في الغابات، البحر مليان حياة، والكوكب في قمة نشاط. وفجأة نور ساطع في السماء، صوت انفجار أكبر من أي بركان، زلزال بيهز الأرض من أقصاها لأقصاها. ده مش فيلم خيال علمي، دي كانت الحقيقة. السبب كويكب اسمه تشيكسولاند. من حوالي 66 مليون سنة، كويكب ضخم قطره حوالي من 10 ل 12 كيلومتر، دخل الغلاف الجوي بسرعة أكتر من 70 ألف كيلومتر في الساعة، وضرب الأرض في المكان اللي بنسميه دلوقتي شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك. النتائج الفورية: انفجار يعادل مليارات أضعاف قنبلة هيروشيما، حفرة قطرها أكتر من 150 كيلومتر، وحرايق غطت الغابات، وموجات تسونامي ضخم، وغبار وسخان غطى السماء كلها ومنع ضوء الشمس عن الأرض. الغلاف الجوي اتغلف بطبقة من الرماد والغبار، الضوء اختفى والحرارة نزلت بشكل مفاجئ، حاجة كده زي شتاء نووي مسلط. النباتات ماتت، واللي بياكل نباتات مات، واللي بياكلهم مات هو كمان. 75% من كل الكائنات الحية انقرضت، وكل الديناصورات غير الطيور اختفوا من على وش الأرض، وكتير من الزواحف البحرية واللافقاريات والنباتات وكل السلاسل الغذائية انتهت تماما. بس الكارثة دي كانت تمهيد لحاجة تانية: اختفاء العمالقة خلى فراغ بيئي كبير وفرصة جديدة لكائنات صغيرة مرنة كانت مستخبية وسط الغابة أو عايشة في جحورها. الكارثة دي مش بس نهاية للديناصورات، هي بداية لقصة جديدة، قصة الثدييات. من رماد الديناصورات هتنبت أول بذور العصور الجديدة. السماء اتنضفت من الغبار شوية شوية، والشمس رجعت تنور الأرض، لكن الأرض نفسها كانت مليانة جثث ورماد وصمت تقيل بيغطي الكوكب كله. الديناصورات ملوك الأرض اختفوا فجأة. الأول خلينا نعرف يعني إيه KPG Extinction. K معناها كريتيشيوس، وبي جي معناها باليوجين، بداية عصر جديد. الحدث ده كان واحد من أكبر 5 انقراضات جماعية في تاريخ الأرض. زي ما قلنا، الديناصورات اختفوا من الغابات والسهول، الزواحف البحرية اختفت من البحار، الطيور بس هي اللي قدرت تنجو من السلالة الديناصورية. ليه؟ علشان كانوا صغيرين ومتنوعين وبيقدروا يطيروا، يعني يهربوا من الجحيم بسرعة.
الغابات كانت محروقة أو مدفونة تحت الرماد، والمحيطات فقدت كتير من تنوعها، والسلاسل الغذائية كانت مدمرة بالكامل. لكن وسط الخراب ده حاجة صغيرة جدا بدأت تتحرك. الثدييات اللي بعد ما عاشوا في خوف وتحت الظل ملايين السنين، الفرصة جات لهم. الديناصورات ماتوا والمسرح فضي، ودلوقتي دورهم يبدأ. حجمهم بدأ يكبر، تنوعهم زاد بسرعة، وبدأوا يحتلوا أماكن كتيرة كانت مقفولة قبل كده بسبب الديناصورات، وتحولوا من كائنات صغيرة في حجم الفار لثدييات أكبر بتاكل نبات وأحيانا لحوم. البيئة نفسها بدأت تتغير هي كمان، الغابات بدأت تنتشر تاني، الطيور اتنوعت وأخذت مكان الديناصورات، الحشرات تكاثرت، والنباتات المزهرة بقت جزء أساسي في النظم البيئية. الكوكب بدأ يعيد بناء نفسه بطريقة جديدة مختلفة بس مش أقل روعة. المرحلة دي كانت مجرد تمهيد لعصور جاية. الحيتان هتخرج من البر وترجع للبحر، الرئيسيات هيبدأوا أول خطواتهم، النظم البيئية هتبقى أعقد من أي وقت فات. وزي ما تعودنا، الانقراض مش نهاية، غالبا بيكون نقطة بداية لحاجة جديدة. من رماد الديناصورات طلعت الثدييات، ومن ضلمة الكويكب بدأت حياة تانية، بس ده هيكون موضوع حلقتنا الجاية. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفة في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتوا لمعلومة أو وجهة نظر مختلفة. أما بقى لو حابين تتعمقوا أكتر بس مش لدرجة المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي عملناه عن موضوع الحلقة دي والحلقة اللي فاتت، وهتلاقوا الرابط في الوصف. الكتاب مليان تفاصيل ومعلومات أكتر حبتين من اللي في الفيديو. ده مش كلامي، واشوفكم في الحلقة الجاية مع فترة جديدة إن شاء الله. سلام.